يلا النهارده هعمل معاكم الكشري المصري زي بتاع المحلات بالظبط. كان معايا نص كيلو من البصل، قطعته كده شرايح زي ما انتم شايفين بالمبشره عشان خاطر يكون كله سوا بعض. وبعد كده هبتدي احط الزيت بتاعي، وكميه الزيت بتاعتي ديت هي اللي هستخدمها في بقيه الوصفه كلها. هحط البصل بتاعي بقى وافضل اقلب فيه كده لحد لما يحمر ويوصل للون دوت. وبعد كده هاخد بقى البصل بتاعي كده واصفيه، وعشان هاخد الزيت بتاعي هو اللي هستخدمه في بقيه الوصفه. بصوا البصل مقرمش ازاي، حلو جدا بجد. كان معايا بقى كمان تمن من الحمص الشام، كنت نقعاه شويه، وبعد كده حطيتهم بقى على ميه وحطيت عليهم مكعب مرق، وهحطهم على النار لحد لما الحمص يستوي. كمان معايا كمان تمن من العدس بجبه دوت اللي هو العدس البني، وبرده بغليه على النار لحد ما يستوي. بجيب ميه بقى واحط عليها معلقتين ملح، واول لما تغلي هبتدي اسلق المكرونه بتاعتي. كان معايا مكرونه عقل زي ما انتم شايفين ومكرونه سباكيتي، وبسويها واسلقها عادي جدا. اخدت بقى هنا الزيت بتاع البصل، وحطيت عليهم معلقتين زيت على معلقه من البصل، عليهم معلقه كمان من الثوم وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه وكمان عصير طماطم. وهابتدي بقى ايه، احطهم على النار لحد ما اول لما يغلي دي الصلصه بتاعتي، احط عليهم معلقتين ملح. وبعد كده اول لما يغلي هبتدي احط نص معلقه من السكر. هجيب بقى الرز بتاعي، كان معايا كوبايه من الرز المصري الابيض عادي جدا غسلته، وكمان معايا كوبايه من الشعريه. هحط برده الزيت بتاع البصل بتاعي اللي هستخدمه في الوصفه كلها. حطيت الشعريه بقى لحد لما تتحمر كويس جدا، وبعد كده هبتدي احط عليهم الرز. وبعد كده بقى هبتدي احط كوبايتين الميه اللي هم المظبوطين عشان الرز بتاعي يطلع مظبوط، واحط الملح بتاعي وهغطيه لحد لما يبتدي يتشرب ويستوى مظبوط. كمان هنا بقى كان معايا العدس زي ما انتم شايفين بعد ما اتسلق كويس جدا. هعمله ايه بقى عشان يبقى زي بتاع المحلات؟ احطه في طاسه على النار من غير ولا زيت ولا حاجه، فلفل اسمر كمون ملح كزبره ناشفه، كل حاجه ربع صغير. وبعد كده بفضل اقلب فيهم لحد لما يتحمصوا كده ويوصلوا للشكل والمنظر دوت زي بتاع المحلات. كمان معايا هنا الحمص برضو بعد ما استلق واستوى، هحط معاه ربع صغيره كده من الكمون على فلفل اسمر على كمان كزبره ناشفه، وبرضو بسيبهم لحد ما يتحمصوا ويبقوا زي العدس بجبه. هعمل بقى الدقه بتاعتي. هنا حطيت برضو الزيت، وبعد كده هبتدي احط الثوم وفلفل اسمر وكمان كمون وكزبره ناشفه. واول لما يبتدوا يصفروا حاجات بسيطه هبتدي بقى احط الخل بتاعي، وكده الخل مظبوط تمام. هعمل بقى هنا اللي هي دقه بتاعت الشطه، برضو حطيت الشطه لحد لما احمرت، احط عليها بقى معلقه من الدقه اللي انا كنت عاملاها ومعلقه من الصلصه اللي انا كنت عاملاها. ودي المكرونه بقى بحط برضو عليها زيت من بتاع البصل عشان تكون حلو. وهنا طبق الكشري بتاعي، عايزه اقول لكم يا جماعه سهل جدا وبسيط وبيكون حلو جدا وطعمه حلو بجد. انا عايزه اتمنى تجربوه. يا ريت لو انت اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش لايك وشير للقناه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.